سلام عليكم. آسيا غانم عاملة فيديو بس عجبتني الجمل اللي بتقولها بصراحة، وهي بتتكلم عن محمد سلام وإن إزاي الزمم الرمم زمم رمم إيه القافية دي. ده كمان بتتكلم لك عن القروش، إن الفلوس الناس الزمم اللي بتشتريها سهلة جدا إن أنت تشتريها، بس هل لما بتشتري ذمة بتحترمها؟ هو ده نقطة الخلاف. طبعا بيبقى عارف اللي بيشتريها إن دي ذمم إيه رمم. نشوف الفيديو ده مع بعض، وخصوصا ان ام شيكا ابتدى واحد يتعرض لها، واحد يتطاول عليها وهو عايش في خير ابنها، وازاي في تركيا مجرد ان حد ذكر شيء مش كويس في تركيا منع المسلسل. مرحبا. البضاعة الجيدة اللي بتفرض نفسها في السوق، والبضاعة السيئة هي اللي مكانها في المخازن تترمي وبنشتريها عشان نكسر عين البائع الجملة أو صاحب المصنع أو غيره. المقصود بكلامي الأستاذ محمد سلام طلع تركي آل الشيخ، أنا مش عارفة إيه مشكلته مع المصريين، إيه مشكلته مع محمد سلام. طلع قالك إن هو مش هياخد المسلسل الجديد بتاع محمد سلام للسعوديه. ما تاخدش، خدك ربنا، ما تاخدش. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ في مليون حد تاني. انت عندك ما شاء الله مصر اصلا سوق تجاري لوحدها، اذا كان في الاعلام او في التجاره او في الصناعه او في اي شيء. 120 مليون مصري. الناس بتتصارع النهارده ما شاء الله، الناس بتتصارع النهارده عشان تيجي تعمل عندك استثمار تجاري واستثمار صناعي للطاقه البشريه ما شاء الله اللي عندك، اللي المفروض عايزين نستغلها احسن استغلال. فما ياخدش. حضرتك انا مش هستنى وجبتي من جارتي، انت هتعتمد على اولاد بيتك. النهارده الدراما التركيه بجودتها العاليه فرض نفسها على العالم كله. النهارده الدراما التركيه دخلت المكسيك، دخلت اوروبا الشرقيه والغربيه. فالنهارده حضرتك البضاعه الجيده اللي بتفرض نفسها في السوق، وليس تحكم اصحاب الاموال او كروش الاموال، اللي اصلا المال ما بيعملش بشر. المال لما تيجي تشتري بيه بشر هتشتري بيه الذمم الرمم بس، انما عمرك ما هتشتري بيهم اصحاب المبادئ اللي زي الاستاذ محمد سلام. وبعد سنتين ربنا عز وجل نصره. فدي كانت جملتي وكلامي للاستاذ محمد سلام ولكل الناس اللي زعلانين ان مسلسل محمد سلام مش هيدخل السعودية. يا سيدي ما يدخلش. في مسلسل هنا رقم 1 موجود في تركيا، تمام؟ أوزاق شهير أو المدينة البعيدة، تمام؟ هو رقم 1 موجود في تركيا دلوقتي. المسلسل ده عمل لقطة مش حلوة وجاب العلم، مش العلم يعني، جاب ملابس على انها علم فلسطين، وكانت الجملة بتقال في المسلسل ان احنا ايه، اطلع بره، او احنا مش عايزينك، او دي مش ارضك، حاجة زي كده. تركيا كلها قامت على رجل ورفضت هذا المشهد وقالت قطعوا المسلسل، رغم ان المسلسل رقم 1 على مدار موسمين، تمام؟ فالنهارده انت اللي بتعلي المسلسل والممثل، وانت اللي بتهبطه، وانت اللي بتفشله. ما كانش المقصود على فكره علم فلسطين بالمناسبه، ده كان المقصود علم سوريا، تمام؟ ده لتصحيح المعلومة. فالنهاردة بضاعة حضرتك الجيدة اللي هتفرض نفسها في السوق، وليس ان حد بيستقصدك او بيتعمد افشالك او غيره او غيره. وان شاء الله ربنا يكتب لك النجاح والتوفيق. مفيش حد رزقه على رزق حد، الارزاق كلها بيد الله عز وجل. وربنا ان شاء الله باذن الله يسخر لك ولاد الحلال، و120 مليون مصري ان شاء الله هيساعدوك بمسلسل عالي، لاني عارفه ان انت هتقدم لنا شيء هادف وشيء راقي يحترم عقول المصريين، بعيد عن البلطجه والاشياء السيئه اللي بتتقدم. دي حاجة. الحاجة التانية والأهم، اللاجئ اللي بلا وطن اللي موجود في سوريا، اللي مأجر الكانتين، ومشكلة أم كريم اللي كلنا سمعنا الصوت اللي أنا نزلته من أكتر من أسبوع أو 10 أيام. أنا أول حد نزلته على فكرة الفويس ده من أم كريم نفسها، وأنا على تواصل مع أم كريم نفسها. أم كريم نفسها بالمناسبة سابت الغردقة كلها ونزلت على مصر، أو تقريبا اسكندرية.
اللاجئ اللي بلا وطن طلع اتكلم، وانا شيرت كلامه عندي على الفيسبوك، انه بيقول انه قاعد يقول لنا ان الست السوريه بتصلي على السجاده وبتحفظ الناس قران، وان جوزها معروف من اول قنا لسوهاج، وان جوزها راجل رياضي، وان جوزها بيدرب الناس، وقاعد بقى يفخم فيهم. تدور عليه ايه؟ تدور عليه اخواني. وطبعا احنا عارفين اخوان ولاجئ يعني وجهتين لعمله واحده، ما فيهاش تالت. مين بقى اللي كانت الضحيه؟ اللي كانت الضحيه ام كريم. طالع بقى ان ام كريم ست وحشه، وان ام كريم الناس بيحبوا اكلها، رغم ان المدرسه كلها 10,000 طالب واكتر من 500 مدرس، الست بتدخل ل 50 60 فرد بس، انما هم باصين لل 50 60 فرد ومش باصين لل 10,500 الباقيين. منتهى الشيزوفرينيا. لما جينا احنا دخلوا واكلوا لقمه عيشنا وخربوا بيوتنا بقى يقولك دي ارزاق، لكن عند ام كريم مش ارزاق، لان فيها لاجئه سوريه وفيها اخواني، الاتنين اللي بيسندوا بعض ضد المصريين اهل البلد الاصليين، اللي وقت ما هتيجي البلد تقع في ازمه هم اللي هيقفوا يدافعوا عن بلادهم بكل طاقتهم. فمن هنا بنقول الخاين اخطر من العدو. اللي ينصر عدوك عليك ده عمره ما يكون بني ادم طبيعي. مفيش في دولة في العالم بتجد ابن بلد يقف قدام ابن البلد او يقطع رزق ابن البلد عشان واحد غريب. ما شفناش ده انت في تركيا بتكون مغلوط في حقك وتجدهم واقفين مع بعض يد واحدة، يد واحدة، ابنهم وابن بلدهم اخواتهم. اتاتورك ربهم على كده، ايد واحدة، انت واخوك على ابن عمك، وانت وابن عمك على الغريب. لكن احنا عندنا ما شاء الله فاسدين مبارك مع الاخوان مع اللاجئين، الثلاثة ثالوث الشر في مصر اللي بيحاول يخرب مصر والمصريين على قد ما يقدر، وربنا يخلصنا منهم. وام كريم ربنا ينصر لك ويسخر لك ولاد الحلال. واما انت ايها الاخواني الارهابي ربنا ينتقم منك في بيتك، والرزق اللي بتسترزقه على حساب الست اللي كان ممكن انت بتقول اللي سوريا مشغله 5 مصريين كنت خليهم 6 بأم كريم. المشكله ده بتدخل 50 سندوتش ما بتدخلش 5000 سندوتش. ربنا ينتقم منك ومن امثالك. نيجي بقى المافيا المستقبل، ولاد ابليس ثالوث الشر اللي هو على راسه بنت شفاعات والمزور وسجان ابراهيم، الثلاثه اللي هم قتلوا ابراهيم وزوروا تقاريره وسرقوا امواله، اللي هو الثالوث ده. طلع يقول لك ايه بقى سجان ابراهيم على ام ابراهيم؟ ايه يعني ام شيكا؟ ايه يعني بتقولي ام شيكا؟ ام شيكا على الراس، لكن ام شيكا مش على الراس. دي ام شيكا يا واطي يا دنيء، دي ام شيكا يا زباله. ام شيكا دي اللي انتوا عشتوا في خيره، اللي انتوا بعتوه قطع غيار في السوق عشان تجيب لك ايفون ويشيلك ايفون، هي دي ام شيكا. انت بقى تطلع مين؟ انت تطلع مين؟ واحد ابوك متجوز 4 ومقعدهم مع بعض في بيت واحد ومنيمك في الصاله زي الكلب الجربان، مش لاقي مكان تنام فيه، فكل شويه تروح تتلزق وتتمحك وتشتغل خدام لبنت شفاعات وللمافيا. هو ده انت؟ ام ابراهيم هي ام شيكا، هي اللي جزمتها على راسك. هو ابراهيم اللي مسكك ومعمول لك دلوقتي راتب، اذا كان اللي بيديك $100 في الشهر او اذا كانت اللي بتديك 4000، يعني ما شاء الله داخل لك في $200 الا في الشهر. مش كده ولا ايه؟ احترم نفسك وخلي عندك شويه ادب واحترام. طبعا عارفه ان ابوك ما كانش فاضي يربيك من الجوازات، ما شاء الله متجوز 4 مقعدهم في بيت واحد، جبروت بصراحه جبروت. الست والدتك والشغل مش عيب طبعا، اللي بتخدم في البيوت وتمسح سلالم عشان تاكلك وتطفحك سم هاري عادي، ده برضو مش عيب ولا حرام. لكن العيب وقله الادب انهم ما عرفوش يربوك، انك طالع تتطاول على اسيادك وتبقى عضو ومافيا في جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد. حتى لو الاوراق برأتكم انتم قتله، وانتم عارفين ان انتم قتله. ام ابراهيم مداسها على راسك وراس باقي المافيا بتاعتكم يا ثالوث الشر في مصر. طبعا انا عارفه ان الغيره والحقد واكلك من ابن، وعمال تطلع صورته وتتكلم، والحقد والغيره تاكلك لما تعرف ابن الغنايمه وبنت الغنايمه، وتعرف انه ابن عيله وابن اصل وابن فاصل، وتعرف ان الست والدته ربته وعلمته احسن تعليم. حقد واخدك كده والغيره. انا ليه ما كنتش كده؟ ما هو انت ما كنتش كده لانك ما كنتش عايز تبقى كده، انت اخرك مجرم. اوعى تكون فاكر ان انا اتضحك عليا بموضوع الحقوق والكلام ده اللي انت منزلها سنه 2013. لما تيجي تزوروا حاجه بقى تكونوا التزوير. انا عارفه ان انتوا معاكم ملك التزوير ابا عن جد، مزور اصلي هو اللي زور تقارير ابراهيم عشان ياخد ادويه مسمومه، عشان ياخد عقاقير سامه. انا عارفه ومتاكده الكلام ده كله،
ولكن هتروحوا فين من ربنا؟ هو انتوا لو هربتوا من العداله عداله الارض هتهربوا من عداله السماء؟ لا والله، ده انتوا قتله مع سبق الاصرار والتردد. كملوا بقى يا مافيا مع مراجيح ومع 8200 ومع مش عارفه مين ومع سفالتكم وقله ادبكم وعدم تربيتكم. خلاص الناس كلها عرفت انكم مافيا، وحاربوا بقى في اللي بتكشفكم. بس خلاص انتوا اخركم عندي كده. انتوا كل ده عشان خاطر ابعد عن القضيه. كلوا في نفسكم زي القطر. تمام. نسيت، ده تقريبا المزور بيقول لك انه كان نازل تركيا. وماله يا بابا، ده انت تشرف وتنور من قفاك ان شاء الله باذن الله. هتحصل الكردي. عارف الكردي دلوقتي اسمه منور في اسم اماسيا، في كراكون اماسيا. هتحصله ان شاء الله. بتحرض على القتل انت وزابط كردي ان شاء الله باذن الله، في انتظارك عشان ناخدك من قفاك زي ما وصلنا.